أسوأ بصمة صارت بحياتك، هذه البصمة السوداء في حياة علي الملاك، هذه هي يعني قصدك كعمل يعني؟ كعمل، كشخص، برا العمل، أسوأ بصمة كحياة بصورة عامة. شوف احنا من رحنا سوريا بسبب ظرف الحرب الطائفيه اللي صارت هذه، فكل معظم الفنانين طلعوا، اخذنا عوائدنا وطلعنا. طلعنا للمجهول. وانت من تطلع وياك عائلتك واولادك يعني صعب انه تروح بمكان جديد، لازم تعيش، لازم تشتغل. فاضطرينا يعني معظمنا اضطرينا انه نشتغل اي عمل يجيك مجرد انه يجيب فلوس حتى تقدر تعيش. اسكت لو احكي كمل هاي من الي لو الهم. لا مو لك الهم. كمل تستمر ولا نوقف. كمل. فاضطرينا نشتغل كل شيء، يعني حتى اعمال هابطه اشتغلناها على مود الماده. لانه ورانا ايجار، ورانا دكتور، ورانا مدارس، ورانا اكل، ورانا شرب. فمن ضمن هاي الاعمال اللي اشتغلناها الهابطه هي هاي اسوأ بصمه في حياتي. اعمال هابطه. نعم. في سبيل تعيش. زين. هوايه فنانين جو البرنامج قالوا هوايه اعمال ما حبيناها احنا، ولكن بس في سبيل الحاله الماديه. اي صح فعلا. الى متى هذا الامر للفنان العراقي؟ مو الفنان العراقي واجهه الدوله، انت ترى تمثل يعني دوله. هي يعني الى متى هذا التقصير؟ ما اعرف يعني المشكله انه ما حد يفكر بيك، ما حد يدعمك. يعني احنا محتاجين دعم دوله، يعني مو دعم افراد ودعم مؤسسات، محتاجين دعم دوله. زين دعم دوله ماكو، انت شو تسوي؟ ان شاء الله القادم يكون اجمل، وان شاء الله الدوله تدعم الفنان نتمنى العراقي.